هاي، ازيكم؟ وحشتوني قوي. جايبه لكم النهارده حاجه حلوه قوي، بصراحه خرافيه. طلعت اكتر من رائعه. كنت اول مره اعملها وقلت اصورها واقول لكم رايي فيها بصراحه. بس هقول لكم اني هعملها تاني وتالت كتير من كتر حلاوتها. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. بيضه متوسطه الحجم، ونكون مخرجينها من التلاجة من قبليها بشويه، يعني ما تكونش ساقعه. وننزل عليهم بالفانيليا، لو ما عندكيش فانيليا سايلة استخدمي الباودر عادي. وعليهم رشة ملح، وكمان نص كوباية سكر. دي كوباية المعيارية، لو انت عندك الكوباية ام ايد بتاعة الشاي استخدميها عادي. وهنقلب بقى الخليط ده كله مع بعض كويس جدا لحد ما السكر يدوب معاكي خالص. اول بقى ما نوصل للقوام الكريمي الفاتح ده، زي ما انا بوريكم كده، هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل له بالظبط. هحط معلقة لبن بودرة، وكمان هحط 3 معالق كاكاو محلى. انا استخدمت الكاكاو المحلى لاني مش بنحب طعم الكاكاو الخام. لو انتي استخدمتي الكاكاو خام زودي السكر شوية. وهقلب كويس جدا لحد ما كل ده يمتزج مع بعضه. عايزة أقولك لو الفيديو عجبك لو سمحتي اعملي له شير، ولو لسه ما اشتركتيش في القناة بتاعتي لو سمحتي روحي اعملي اشتراك في القناة بتاعتي. وهنجيب بقى السوداني بتاعنا وننزل بالتدريج واحدة واحدة. أنا هنا كسرت السوداني بتاعي في الكبة. لو انتي ما عندكيش كبة حطيه في كيس وانزلي عليه بحاجة تقيلة. كسريه بس ما تطحنيهوش، يكون مجروش كده. وهبتدي انزل تاني واحدة واحدة لحد ما الخليط يلم معايا. بصوا دي الكوباية التانية، ابتديت واحدة واحدة. كل ما الاقيها بترجع تفرد في الطبق، لا احط تاني لحد ما تلم وتكلكع معايا في مكان واحد. عارفين احلى حاجة فيها ايه؟ ان هي تنفع للي اقل كمان من المبتدئين. يعني انت لو دخلتي المطبخ وجبتي شوية الحاجات دي، الحاجة هتطلع معاكي مظبوطة قوي. وبجد هتعملي حاجة حلوة طعمها خرافي. انا ما كنتش متخيلة ان طعمها حلو قوي كده. وعجبتنا كلنا، وكل اللي دقها انبهر بيها. يعني مش قادرة اوصف لكم، حلوة وسهلة وبسيطة وكمان اقتصادية. وممكن تعمليها بطريقة صحية، انك تشيلي السكر وتحطي بدايل السكر الصحية. هتكون صحية جدا وينفع تحطيها للولاد كمان في اللانش بوكس. حاجة حلوة وصحية وهتديهم طاقة الصبح. لو حابة كمان تستخدمي أي نوع مكسرات عندك هتبقى أحلى وأحلى، بس أهم حاجة تكون متحمصة كويس. ولو مش متحمصة بتحطيها على الطاسة وتحمصيها لحد ما تاخد لون ذهبي معاكي. وهنا كده بعد ما جمدت معايا هنبتدي بقى نشكلها مع بعض. في صينية أو سقط الفرن عندك حطي ورقة زبدة. ولو ما عندكيش ورق زبدة ادهني الصينية بتاعتك زيت عشان ما تلزقش. وابتديت اشكلها كده على شكل دواير. انتي طبعا شكليها بالطريقة اللي تريحك. عايزاها على شكل اصابع، على شكل كرات، براحتك جدا. بصوا انا هنا بقى اكتشفت ان انا كنت محتاجة سوداني اكتر لان حسيتها كانت سايلة سنة. بس هي ما فرقتش في الوصفة كتير. لكن المرة الجاية هزود السوداني زي ما قلت لكم. وهنا بعد ما هخلص الكمية هقول لكم بقى على الخبز. انا هنا طبعا كنت مولعه الفرن على درجه حراره 180. حطيتها حوالي 11 دقيقه. لو عايزينها طريه، لو عايزينها كرانشي زي ما انا حبيتها، حطوها حوالي 13 دقيقه. قد ايه طعمها حلو، جميله جدا. السوداني اللي بالشوكولاته اللي بنجيبه من بره هي نفس الطعم بالظبط. بجد بتدي طاقه كده لما تكوني مستعجله ونفسك في حاجه حلوه، مش هتوقفي اكتر من 5 دقايق. بحبكم قوي.